ما أصعب شيء على الرجل في الزواج؟ أصعب شيء على الرجل في الزواج إنه يكتشف إنه متزوج رجل مرتبط برجل. أكيد هي أنثى، بس تكون أنثى دفاعية، أنثى فاهم القوة إنه تمرد. المرأة اللي بدنا إياها بحياتنا وبزواجنا بدنا إياها قوية، لكن مع الأدب، مع الاحترام، لأن القوة ودون أدب ودون احترام بتشكل لنا مرأة متمردة دفاعية، يشعر هذا الرجل أنه حتى دوره الرجولي والقيادي في البيت ما قادر عليه. فيجب أن نحذر، وهذا أصعب شيء على الرجل، لأنه يبحث عن هذه المرأة أو يبحث عن الأنوثة جوا هاي المرأة كل يوم ولا يجدها. والمرأة طيب؟ أصعب شيء على المرأة في الزواج أنها ترتبط بمرأة، ترتبط برجل هو بالأصل أو ذكر، لكن شخصيته شخصية مرأة، اتكالي، عنده عدم شعور بالمسؤولية، ما عنده قدرة الرجل على القوامة، ما عنده قدرة الرجل على استيعاب المرأة، مدحها، اللي هي كارثتنا في هاي الأمور بين المرأة والرجل عندما يتم تبادل أدوار، وعندما يتم يعني بصحيح العبارة إنه اختلاف دور الرجل عن المرأة في طبيعة الحياة وطبيعة المجتمع اللي عندنا. هنا تختل الموازين وموازين إنه رجل